السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي حلويات أعز النوى. اليوم جيت نشارك معكم حبيباتي العسل السنيدة، العسل المنزلي ناجح 100%. كنت سبق لي شاركت معكم العسل ديال القالب ديال السكر وكان جا ناجح وممتاز. نزولا عن الطلب من بعض الاخوات طلبوا مني انني نملم عسل ديال السنيدة. كما كتشاهدوا معايا عزيزاتي، هذا هو العسل اللي غنشارك معكم اليوم. العسل اللي كيجي المذاق ديالو رائع والقوام ديالو ثقيل كما كتشوفوا. كما كتبغي المعسلات ديال الرمضانيه كيبغي دائما العسل يكون ثقيل، جبتو لكم اليوم وغنشاركوا معكم بواحد العنصر مهم جدا واكيدا ما غتستغناوش عليه العسل ديالكم. باش نتعرفوا على جميع المراحل ديال الاعداد ديال العسل المنزلي عسل سكر سنيدة، نتمنى منكم تتبعوا هذا الفيديو حتى الاخير وتشاركوني الاراء ديالكم. بسم الله على بركه الله. نبداو تحضير العسل. المقادير عندنا 2 كيلو ديال السكر سنيدة كما كتشوفوا معايا عزيزاتي، 1 عود ديال القرفه، حامضه مقطعه، قليل من المسكه مطحونه عندي بسكر كلاصي، عويدات ديال القرنفل والزعفران الشعره اللي غادي يكون هو سر ديال العسل السكر سنيدة معنا. بالنسبه للزعفران الشعره كما كتشوفوا معايا عزيزتي، فهذا هو الذهب الاحمر، وحتى العسل ديالنا غتجي حمراء وغتجي الشكل ديالها رائع. بالنسبه للكميه ديال الماء كنحتاج نصف لتر فقط من الماء باش كنحصل على العسل اللي كتكون ثقيله وكيكون القوام ديالها كما شفتوا معايا عزيزاتي. من بعد ما وضعت سكر سنيدة طنجرة الضغط كنضيف عليها الماء، ومن بعد كنضيف عليها عود ديال القرفه، دوائر ديال الحامض، المسكه الحره اللي كنت طحنتها من قبل سكر كلاصي. كنقوم بتحريك جميع العناصر، كنحركهم مزيان حتى يندمجوا كما كتشوفوا معايا حبيباتي. بالنسبه للقرنفل والزعفران الشعره وضعتهم قطعه ديال الخيط كما كتشوفوا معايا وشدت عليهم مزيان باش ما يتفتحوليش الطنجره. من بعد كنضيفهم على جميع المقادير اللي وضعت من قبل وكنخلطهم كما كتشوفوا معايا. غادي نخلي شويه السكر سنيدة حتى يبدا يذوب ونسجموا مع جميع المقادير كما كتشوفوا معايا عزيزاتي مع التحريك. بالنسبه للطياب، من بعد ما شديت الطنجره ديال الضغط وضعتها على النار اللي كتكون شويه مجهده، ما كتكونش مجهده بزاف ولكن كتكون غير شويه. من بعد ما بدات الصفاره ديال الطنجره ديال الضغط كتخرج الهواء كما كتشوفوا معايا، كنقص النار عليها اقل نسبه ديال النار اللي كتكون عندنا في البوطه ديالنا، كنقص لها مزيان وكنخليها تطيب على المهل. بالنسبه للمده ديال الطهي ديالها فكتواصل حتى 30 دقيقه. 30 دقيقه كتكون كافيه باش العسل ديالنا كتكون واجده. من بعد نصف ساعه ديال الطياب ديال العسل ديالي البنات كما كتشوفوا معايا، طفيت عليها البوطه. كيكون هذا هو الشكل ديال العسل ديالي اللي حصلت عليه كما كتشوفوا معايا. الشكل ديال الحامض كيجي محمر. بالنسبه للعسل كيبان عليه خفيف شويه، ولكن من بعد ما غادي يبرد غادي يتقال وغتحصلي على العسل القوام ديالها غيكون قوام ثقيل. العسل اللي وجدته معكم سكر سنيدة، زعفران شعره،
انا كنقدمه وكنهديه لجميع الامهات والسيدات اللي كيعجبهم يخدموا بالعسل المنزلي 100%. كما كتشوفوا معايا العسل كيجي ثقيل، من بعد ما برد رجع ثقيل كما كتشوفوا معايا عزيزاتي. غادي نزولوا هاد الحامضات كما كتشوفوا معايا، وعود ديال القرفه. شوفوا اللون ديال العسل والقوام ديالو كيفاش هابط خايط ما كيتقطعش. الشكل ديالو كيبان رائع وثقيل، وحتى الحامضات ديالنا كما كتشوفوهم حتى هما جاو محمرين وكيشهيو. انا كيعجبني. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم، فيديو ديال العسل بسكر سنيده وزعفران شعره، كنتمنى تشاركوه مع عائلتكم وحبابكم، ادعوا لنا اشتراك، جيم، وما تنساوناش بالتعاليق ديالكم.